إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام الدعوة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامجكم قضايا إريتريا. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسل ووظيفة رسل الرسل أيضا. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الدعوة واجبة على كل مسلم ينتمي إلى هذا الدين، ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إريتريا بلغتها الدعوة من حين دخل عليها الصحابة الكرام أكرمها الله عز وجل بأن استقبلت أقدام الصحابة رضوان الله عليهم في بداية تاريخ هذا الدين العظيم في السنة 5 من البعثة النبوية الشريفة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة، فبدخولهم بلا شك حصلت الدعوة. المصادر لا تذكر حقيقة من أسلم في تلك الحقبة من أبناء إريتريا، ولكن بلا شك أن قدوم هؤلاء الصالحين هو في حد ذاته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما زالت الدعوة وما زالت أعمال المسلمين وخيراتهم تنعم بها إريتريا. نعم، ولا أريد أن أستفرد بالحديث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عنوان هذه الحلقة: الشباب والدعوة، كيف نفعل طاقاتهم. وذكر لنا المخرج مجموعة من المحاور أقرأها عليكم وعلى ضيفي. قال: لنبدأ بتشخيص الواقع، كيف ترون حال الشباب الإريتري اليوم من حيث الوعي الديني، وكذلك كيف نراهم من حيث حماسهم في الدعوة إلى الله. هل يمكن القول بأن شبابنا لديهم اندماج كامل في قضايا المجتمع وبشتى زواياه وجوانبه؟ سؤال مهم جدا. حندرس هذا الموضوع مع شيخنا الشيخ حسن. ما هي العقبات التي تواجه شبابنا في طريق الدعوة؟ وهذا سؤال أهم. ما هي العقبات التي تواجه؟ أنا أتحدث عن العقبات في داخل إريتريا وفي خارجها. كيف نوجد للشباب الإريتري فرصة واسعة في مجال الدعوة مع بقية مكونات المجتمع؟ كيف نوجد نحن معشر الإريتريين الشباب قوة كامنة؟ نعم. كيف يمكن توجيه هذه الطاقة ناحية عمل دعوي منظم وفعال؟ هل يمكن أن يكون الإعلام الرقمي الجديد وسيلة أساسية لتمكين الشباب الإريتري وبالأخص في مجال الدعوة؟ كثيرا ما تسمع بالخطاب العصري، أو هذا الأمر لا يناسب العصر الحالي ولغته. هل يمكن أن ينطبق هذا الأمر على الدعوة؟ بالختام، كيف نجمع بين قيم الهوية الإريترية وأصالتها الإسلامية وبين حداثة الخطاب؟ هذه الأسئلة
جميع أطرافها على شيخي وأستاذي الدكتور حسن سلمان. فأهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. الدعوة إلى الله موضوع معروف و و ومبثوث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نريد أن نتحدث في مدخل عن الدعوة إلى الله عز وجل في داخل إريتريا، كيف وضعها الآن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أردنا أن نعمل رصد لواقع الدعوة في إريتريا بدءا من الحالة في النظام الأثيوبي في أواخرها على الأقل، وبدايات العهد الوطني اللي هو بعد تحرر إريتريا وما وصلنا إليه الآن، يمكن أن نقول بأن الفترة التي كانت نهايات العهد الأثيوبي أفضل بكثير من بدايات العهد الوطني. بمعنى كانت هنالك حرية الدعوة وحرية التعليم ووجود المعاهد، وجود المؤسسات الدينية. يعني النظام اللي هو نظام منغيستو هايلي ماريام باعتباره أيضا نظام كان شيوعي كذا، كان يرى بأن كل الأديان بالنسبة له شيء واحد. ففي عموم إثيوبيا وإريتريا نكاد نقول بأنه حصل طفرة في الحالة بتاعت المسلمين. يعني مثلا نظام هايلي سلاس كان نظام منحاز بكليته إلى الحالة المسيحية، وكان يحارب بصورة واضحة المسلمين. ما حصل في عهد منغيستو هايلي ماريام أنه صار ينظر الأديان كلها شيء واحد، يعني ليس هنالك تفاضل، بالرغم من أن الكنيسة باعتبار أيضا حالتها التاريخية ومؤسساتها ظلت على كل حاضرة، لكن حصل طفرة، خلينا نقول حصلت طفرة. الوضع في إريتريا أيضا كان تراعي فيه الحالة الإثيوبية خصوصية الوضع في إريتريا. هنالك ثورة، وهنالك دولة ضمت قسرا، على الأقل الاتحاد فيدرالي ضم قسرا إلى إثيوبيا، فكانت الخصوصية الدينية للمسلمين مرعية، لم تكن تمس. الحج عادي جدا، كان الناس تستطيع أن تحج، الصلوات كانت تقام، المعاهد الشرعية كانت على أفضلها. بل ربما لو أردت أن تقارن بين المدارس الأثيوبية والمعاهد الشرعية، كان معظم أبناء المسلمين يذهبون إلى المعاهد الشرعية. صحيح. جاءت بعد ذلك الحكومة الحالية اللي هي من سنة 91. في البدايات كانت الأمور عادية باعتبار أنه ورثوا تركة كبيرة جدا، لكن ظلوا في توجس مستمر، وهذا التوجس كان بدايته هو اعتقال الدعاة والمعلمين. يعني لو رصدناها من سنة 91 إلى 93، فأنت هنا مباشرة دخلت في مواجهة الدعوة. كانت مصحوبة بطبيعة الحال بحالة من الشيطنة قادها بعض، للأسف الشديد، بعض الكتاب في الصحافة الإريترية حول مسألة خطر المعاهد الدينية وخطر التعليم الديني وكذا. وللأسف هنا أقول الذين تصدروا لهذا النوع من الكتابات بعضهم من أبناء المسلمين، يعني لم يجرؤوا على الكتابة في هذا الجانب يمكن من غيرنا. يعني فهذه كانت بدايات التحريك لملفات. ثم بعد ذلك رفعوا شعار أن المعاهد لابد أن تعمل توأمة، وتتبنى المعهد، يتبنى كل معهد الدراسة الأكاديمية إذا أراد أن يستمر. بهذه الصورة على كل تم التضييق للحالة الدينية. موضوع الدعوة من البدايات كانت هنالك حالة من التوجس أيضا، لم تكن مفتوحة كما كان، على الأقل مؤسسات تعليمية ومؤسسات قائمة، في إغلاقها والقضاء عليها يحتاج وقت. لكن الحالة الدعوية ظلت على كل. المؤسسة الدينية خلينا نقول، باعتبار أصلا المؤسسة الدينية في إريتريا اللي دار الإفتاء باعتبارها أيضا هي خاضعة للمؤسسة الأمنية وليست مستقلة عنها. يعني في من الغرائب جدا إنه حالة دينية وحالة وقفية، أو يعني هي أقرب إلى بنية المجتمع تتبع إلى النظام الأمني أو القبضة الأمنية. للأسف الشديد في إريتريا لم تكن الحالة حالة حرة منذ بدايتها، فكانت تضيق على الشباب، وكانت تضيق على المعاهد، وكانت تضيق على المؤسسات الدينية والمساجد. ولكنها أيضا كان في هوامش، ما نستطيع نقول في البدايات على الأقل إلى تقريبا 96 كان في نوع من بعض التحركات الدعوية هنا وهناك. بدأ التضييق بعد ذلك من خلال أيضا حالات الاعتقالات التي شملت عدد كبير من الدعاة في مختلف مواقع إريتريا، وهذه أيضا أخذت وقتها على كل. بقيت بعد ذلك حالات الدعوة مقصورة، تكاد تكون مقصورة بنسبة كبيرة على من هم داخل منظومة الأوقاف. وكثير من الناس اليوم لا يستطيع أن والله يقوم بنفسه ويلقي دروس دعوية أو يتحرك في الدعوة إلى الله من مكان. لم تكن هذه على كل بالصورة. فيما يتعلق
فيما يتعلق كذلك بالدعوة في الوسط الشبابي، طبعا نحن خلينا نقول بأن اليوم أو منذ وقت، يعني ليس اليوم فقط، الشباب مستهدف بشكل ممنهج، بحيث والله هذا الشباب يتم صياغته صياغة لا دينية. يعني يكون أي شاب منتسب إلى الدولة الإريترية، منتسب إلى منظومات الحزب، منظومات الدولة، يجب أن لا يكون من الذين تسري فيهم حالة الدين أو حالة الوعي، وهذا طبعا شغل كبير تقوده أيضا منظومات الشباب وتقوده حالات التدريب في الجيش وإلى غيره. فنحن في حالة حقيقة في إريتريا، إذا أردنا أن نقول هذه اللحظة التاريخية تحديدا الآن هي من أسوأ فترات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في إريتريا، فلا توجد اليوم حرية للدعوة وحرية للتعبير وحرية للتبشير بالنسبة للإسلام في إريتريا. طيب، جزاكم الله خير على إيراد هذا العرض الجميل بالنسبة للدعوة في داخل إريتريا، فما بال الدعوة في خارجها؟ الدعوة في خارج إريتريا أنا في تقديري فرصها أكبر إذا أردت تتكلم عن الفرص. يعني لا توجد مثلا تلك العوائق والموانع والملاحقات والمطاردات إذا أردت أن تقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا هنالك بعض البلدان تكاد تكون الفرصة فيها متاحة، بعض الجاليات الإريترية، بعض المواقع، أمسكها حتى من أستراليا وأنت ماشي إلى نحو الغرب، هنالك مساحات واسعة جدا لمن يريد أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو افترضنا أن هنالك حالات من التضييق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس المراد منها خصوص الحالة الإريترية، فهي حالة عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، أو تشمل خلينا نقول حتى في بعض البلدان العربية والإسلامية إذا في تضييق فهي حالة تضييق عامة لمجمل حركة الدعوة، وليس حالة خاصة بالإريتريين. بل ربما أحيانا قد تكون الجاليات هوامشها أحسن وأفضل من بعض المواقف. فعلى كل، الفرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتربية الأبناء وتربية الجيل والنشء وربط الأسر كذلك بالدعوة إلى الله عموما هي متاحة. ولكن خلينا نقول مثلا في الغرب في السنوات العقود السابقة، العقدين أو الثلاث عقود السابقة، كانت هنالك فرص كبيرة جدا وكان هنالك انفتاح لموضوع الدعوة. اليوم تقريبا هنالك ظاهرة جديدة نشأت في أوروبا ونشأت في أمريكا تحديدا، وهي ظاهرة الإسلاموفوبيا اللي هي الخوف من الإسلام. فأنت أمام مشهد اليوم يتشكل في أوروبا يخاف ويتوجس، ومجموعات لها صلة مباشرة بالسلطات الحاكمة. يعني في السابق ممكن تكون والله الصوت يكون خارج السلطة، اليوم دخلنا تقريبا إلى ساحات السلطة. فالشخصية التي مثلا قتلت قبل يومين في الولايات المتحدة الأمريكية، قبلها بثلاثة أربع أيام مثلا كان يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم علنا في القنوات ويسيء إلى المسلمين فأنت أمام مشهد على كل يتشكل مشهد شعبوي، يعني اللي هو حالة من الشعوبية وحالة من الخوف من أن الإسلام يتمدد وغير الإسلام يتراجع. وهذه على كل ظاهرة اليوم لا يستطيع أن ينكرها أحد في عموم أوروبا. الدين الوحيد الذي يتقدم ويتحرك ويملأ الفراغات ويشعر الناس معه بأن والله يستطيعون أن يجدوا في هذا الدين الإجابة على كثير من تساؤلاتهم المصيرية: من أنا ومن أين جئت وإلى أين ذاهب وهل هنالك آخر أو ليس هنالك. لا يجيبها اليوم تقريبا في الحياة كلها إلا هذا الدين العظيم وهو الإسلام. لا يوجد دين اليوم في أوروبا مثلا نتيجة سيادة اللادينية ومنطقة العلمانية وتعامل طيب، نحن نريد أن نتحدث عن شبابنا الآن، الشباب الذين هاجروا مع عوائلهم إلى دول الخليج، ماذا استفادوا من عيشهم في دول الخليج، وماذا أنتجوا لإريتريا دعويا؟ أحسن. هو الحالة في الخليج من باب أيضا أن نعطي كل ذي حق حقه، تكاد تكون من أفضل الحالات بالنسبة للإريتريين، من أفضل الحالات التي استفاد منها المسلمون في إريتريا في الدعوة إلى الله وفي التعليم وفي حفظ القرآن الكريم وفي إبراز شخصيات علمية وشخصيات دعوية. هي تقريبا منطقة الخليج، يعني استطعنا على الأقل منذ الهجرات التي حصلت نتيجة حرب 61 اللي هو الحرب التحرير تحديدا، كان جزء كبير جدا من الشعب الإريتري يتواجد في منطقة الخليج، وتحتل المملكة العربية السعودية النسبة الأكبر على كل من الأعداد البشرية. في هذه المساحة استفاد المسلمون فائدة كبيرة، برزت على كل شخصيات علمية، برز كذلك الالتزام بالدين، برزت كذلك المرأة المسلمة المحتشمة الفاهمة لدينها، برز الشيخ الذي يفهم أيضا رسالته في الحياة، برز كذلك الشاب الذي يتعلق بالإسلام والقرآن،
بفضل الله سبحانه وتعالى في معظم مراكز تحفيظ القرآن الكريم كان الشباب الإريتري يحتلون مواقع على كل متقدمة، كانت لهم كذلك مؤسساتهم الخاصة وروابطهم، وكانت لهم كذلك في إطار الجاليات أيضا وضعيتهم الخاصة في مسألة أن يبرز لنا مجموعة من الشيوخ يعرفون بأنهم هؤلاء دعاة من إريتريا يتكلمون بلغتها ويؤدون الرسالة. فنستطيع أن نقول في الحالة الخليجية من أكثر الحالات على كل التي استطاعت أن تساعد المسلم الإريتري في التشبث بدينه والتشبث بهويته، حتى لو افترضنا بعد ذلك رجع إلى إريتريا أو هاجر إلى خارج المنطقة الخليج، لكن تركت هذه المرحلة في تقدير بصمة كبيرة جدا. فكثير من أبنائنا الذين يحفظون القرآن تجدهم أنهم حفظوا في هذه المناطق. كثير من شيوخنا اليوم الحمد لله الذين اشتهروا بالقراءة واشتهروا بالدعوة واشتهروا بالعلم، ستلاحظ أيضا أنهم كانوا نشأوا في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك المناطق الأخرى أيضا مثل السودان ومثل مصر وغيرها من البلاد العربية، على كل كانت لها بصماتها أيضا في هذا الجانب. جميل. طيب فيما يتعلق بهل أنتجوا شيئا، يعني فعلا كما تفضلت هناك فئات كبيرة جدا الحمد لله قد حفظت القرآن الكريم والتزمت بدينها، هم يعني انخرطوا في المجتمعات السعودية والقطرية والخليجية عموما، لكن الحقيقة لم نجد لهم شيئا بارزا لجاليتهم الإريترية حسب علمي. برأيك هل قدموا شيئا هؤلاء لجاليتهم؟ نجد أيضا أن محبر كوم التابع للنظام حاول كثيرا أن يجذب هؤلاء الناس إليه عبر مدارس النظام وعبر أيضا الضغط على المجتمعات الإريترية من خلال ضرورة تجديد الجوازات بعضوية محبر كوم. لكن في الحقيقة من دخل في هذا الباب لا يجد أن الشباب منخرط في محبر كوم. لو تحدثنا حول هذا، ماذا أنتج هؤلاء الشباب؟ أنا معك حقيقة فيما يتعلق بالأثر العام. هنا يمكن ما ذكرناه والأثر الخاص على المستوى الشخصي. كثير من الناس استفادت بلا شك وبرزت كذلك في الحالة العلمية، ولكن قد يكون والله آثار هؤلاء الذين نتكلم عنهم في المحيط الغير إريتري أكثر من المحيط الإريتري. هذه حقيقة. يعني كثير من شخصياتنا العلمية الدعوية حتى رجال المال الذين أيضا لهم علاقة بالدعوة إلى الله وبارزين في هذا الاتجاه، تجد أنه والله دورهم وأثرهم في الجانب الغير إريتري أكثر من الجانب الإريتري. هذا على كل تحتاج إلى دراسة لما هذه الوضعية، ويمكن أنا أقول فيها بعض الشيء، لكن تبقى هذه إشكالية. أنه كثير منها يعني لو عملنا مقارنة بين حجم الكتلة البشرية التي استفادت وبرزت وظهرت وتصنف اليوم بأنها من مجموعة الدعوة ومن المجموعة العلمية والذين تأثروا بالحالة الإسلامية وحالة الصحوة، تجد النسبة القليلة جدا هي التي تكاد تكون حاضرة في المشهد الإريتري. هل والله لأن هؤلاء يرون بأن الاقتراب من الساحة الإريترية ربما يجعلهم في مرمى نيران النظام، والنظام لن يرضى وهم يحملون جوازات مثلا للنظام، أم أن المسألة لا علاقة لها بالجوازات؟ لأننا أيضا لا نستطيع أن نقول كل هؤلاء حملت جوازات إريترية، فبعضهم قد يكون خرج من هذه الدائرة وليس هنالك خوف عليه على كل من هذا. لكن الأغلبية معهم النظام الإريتري. إذا كان على كل معهم الجواز يبدو لي هذا عامل كبير جدا في أن الشخص لا يريد أن يضع نفسه تحت دائرة الضوء كما يقول، أنه هو يعرف نفسيات النظام، يعرف النظام يكره ويبغض أي محاولات للعمل خارجه. يعني حتى كما تفضلت يمكن أن تعمل داخل الجاليات أو محبركم هذه اللي تكلم، يمكن أن تعمل في داخله، لكن أن تكون لك وضعية مستقلة تزعج على كلنا النظام ولا يرغب فيها، لأن النظام طبيعته هكذا. فحتى هذه اللحظة إذا أردنا أن نتكلم عن الناتج الكلي، لأنه هؤلاء والله وتأثيرهم في الحالة الإريترية نستطيع أن نقول التأثير ضعيف، ليس تأثيرا بالشكل المطلوب، مع أن الفرص أمامهم كبيرة. يعني لا أتصور بأنه خلاص إذا أنت ما قادر تعمل شيء في داخل إريتريا، لكن عندك الفرصة أن تعمل الشيء الكثير في الجاليات الإريترية، عندك الشيء الكثير في مخيمات اللاجئين الإريتريين، فالفرص متاحة، ولا أستطيع أن أقول والله ضيق إلى هذه الدرجة، بل يمكن للإنسان إذا أراد أن يعمل يستطيع حتى أن يعمل داخل إريتريا. يعني ليست الصورة بهذا الشكل، يعني إمكانية العمل اليوم تقريبا أو أوسع بكثير مما نتصور. على كل حال الله المستعان.
الضعف واضح جدا في هذا الجانب. أيضا دعنا نأخذ يعني لفتة في خلال 5 دقائق. الوضع أيضا في أوروبا. أوروبا هاجر إليها كثير من شباب إريتريا، ويعني نريد أن نتعرف هل هؤلاء الشباب قدموا شيئا بارزا واضحا لجاليتهم الإريترية؟ هل ما زالوا مثلا ينتمون إلى إريتريا، يعني يعني ينتمون إلى إريتريا كدولة؟ ولا أقول هل ينتمون إلى هويتهم الإسلامية، فهم الحمد لله مسلمون، ولا يزال الشعب الإريتري يتمتع بإسلامه. حتى الآن لم نسمع أحد قد ارتد إلا قليل جدا ونادر، والنادر لا حكم له. لكن مع وجود تقصير هناك يعني الحمد لله يعني الاعتزاز بالهوية الإسلامية ولله الحمد، بل يعني ازداد تمسكهم بالهوية الإسلامية رغم يعني وجود بعض التقصير من بعض الشهوات وبعض الشبهات. سؤالي ماذا قدم هؤلاء كإريتريين لإريتريا؟ نعم هذا السؤال. نعم. لو أردت دعويا طبعا. نعم. دعويا. ليس هو يكاد يكون الدور الدعوي في أوروبا للشباب أضعف الأدوار مقارنة مع حجم الكمية الموجودة من الشباب والأعداد الموجودة من الشباب وحجم اندماجهم في الحالة السياسية. تلاحظ بأن كل الشباب مسيس، يعني اليوم كل واحد من خلال المنصة التي هو فيها حتى شاعر كل واحد فيهم تنظيم، يعني في إطار المواجهة السياسية. لكن لما تأتي إلى هؤلاء مدى معرفتهم بدينهم، مدى التزامهم بالإسلام، مدى غيرتهم على الإسلام كعلم وكمعرفة وليس فقط الانتماء والهوية. أنا أتفق معك بأن جزء كبير من حالة الانتماء الشديدة والهوية الشديدة هو نتيجة شعورهم بأن من يظلمهم ويحتكر دولتهم هو طرف آخر. هي يمكن هذه هي اللي بتجعلهم اليوم يشعرون، وإلا لو كانت هنالك حالة من الانفتاح والتسامح والاندماج وأن الدولة تفتح المجال لبرزت أمور أخرى. لكن اليوم هذا من فضل الله علينا في أن كثير من الشباب شعورهم بالإسلام، شعورهم بالهوية الإسلامية، حتى بعضهم أعرف أن بعضهم قد لا يكون لا ديني أصلا لكن عنده الهوية أنه هو في النهاية مسلم وخلفيته مسلمة وكذا. فهذا الشعور أنا في تقديري يجب أن ينتقل من شعور الهوية والانتماء العام إلى شعور المعرفة التفصيلية بهذه الهوية. ما هي طبيعة هذه الهوية؟ ما هي معالمها؟ ما هي أحكامها؟ ما هي خصوصياتها؟ لأن الانتماء العام هذا يمكن أن يتلاشى في أقرب فرصة وفي أقل مساحة يمكن أن تتاح. لكن خلينا نقول هي مساحة الآن على الأقل جعلت كثير من أبناء الإسلام يعودون إلى هذه الحالة اللي هي حالة الانتماء إلى الإسلام مجملا، وحالة أنه هو في نهاية المطاف على خلاف مثلا في مرحلة من المراحل نما عندنا التيار الوطني والعلماني لدرجة أنه كان مساحته واسعة ويحتقر حتى المتدينين ويحتقر لا اليوم حتى الذي هو لا يقوم بالشعائر لكن تجده يتوارى عندما يقوم المسلمون بشعائرهم ولا يحاول أن يتحداهم أو يشعرهم بأنه ليس منهم. يعني هو يحرص قدر الإمكان أن يشعر الانتماء وأن يشعر الولاء لهذه الحالة. لكن قياسا مع الحالة السياسية حنجد أنه والله المجموعات التي تظهر في المواقع للدعوة وتظهر للنقاش وتظهر للحوار الديني وتظهر باعتبار أنه والله الدعوة إلى الإسلام سلوكا وعملا ومنهاج حياة، هؤلاء قد يكونوا يعدوا بأصابع اليد يعني. طيب جميل، دعنا نعود إلى داخل إريتريا. النظام بالفعل من سنة 91 و92 بدأ في محاربة الدعوة إلى الله. نعم. وتدرج في هذه المحاربة نعم. وإنهاء الدعوة إلى الله عز وجل بشكل يعني منظم. لو تحدثنا عن هذا بمعنى فيما يتعلق بكيف أغلق المدارس العلمية والمعاهد الدينية التي يعني بقيت لسنوات طويلة وتخرج أجيال، كيف استطاع أن يعني يضعف الدعوة في المساجد في مرحلة وجود علماء إريتريا ودعاة وقام بسجنهم ما إلى ذلك، وفي مرحلة مجيء علماء الأزهر الذين كانوا يأتون كل عام ويمكثون في إريتريا الأشهر، وأيضا قضى عليهم
كذلك فيما يتعلق بخريجي علماء الأزهر أصلا كالشيخ أنور والشيخ عبد الله الشيخ إدريس وغيرهم من العلماء الذين كذلك انتهت سبحان الله يعني وخمدت أصواتهم تدريجيا أيضا. هذا العمل المنظم الذي ربما يشهد له قوله سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قبل أن يشعر المسلمون بهذه الأمور شيئا فشيئا تم الإنهاء تماما عن موضوع الدعوة إلى الله عز وجل في المساجد. بل لا أدري هل للإفتاء في دار الإفتاء لهم دور بهذا بالتوجيه والإرشاد والدروس العلمية التي كانت تلقى في داخل مسجد الخلفاء الراشدين و25 مسجدا في أسمرة، وما بال وكيف الوضع في كرن وبقية المدن. لو تحدثنا عن ما هي الأساليب التي اتخذها النظام حتى أنهى تماما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الجهر بها إلى أن أصبحت سر. أحسن. وفي البدايات طبعا الجبهة الشعبية لما دخلت إلى أسمرة كانت طبيعة تركيبتها اللي هو المكونات التي تعتمد عليها الجبهة الشعبي كان من الصعب جدا التعامل السافر، أن هنالك كتلة معتبرة جدا من أبناء المسلمين حتى وإن لم يكونوا ملتزمين بالإسلام، لكن إذا شعروا بأن هنالك استهداف ممنهج وواضح لقضية الإسلام قد لا يقبلونها، وبالتالي سلك النظام كما تفضلت نوع من المكر بحجة أن هنالك فئة من الدعاة وفئة من طلبة العلم وفئة من كذا بأنها محسوبة على الجهاد. كانت الضربة الأولى هذه الحجة، وهنا لا يستطيع أحد أن يدافع. ما دير أنت صنفتهم بأنه والله هم حالة كذا، خلاص يقول لك هذه الأجهزة الأمنية هي التي تعرف هذا الوضع. طيب، جاءت المرحلة التالية بقيت المؤسسات التقليدية. هنا لا علاقة الآن لمعهد ومؤسسة ومدرسة بحركة تحمل سلاح أو مجموعة من المجاهدين يحملون، ليست لها علاقة بهذا الوضع. جاءوا هنا ليقولوا بأن والله يا هؤلاء الطلاب عدم اندماجهم ودراستهم للدراسات الأكاديمية يحرمهم من المشاركة في الدولة. لاحظ، فصار حتى وهذه تبنوها بعض أبناء المسلمين كما قلت لك، إنه والله هذه المعاهد تخرج كذا، تخرج مؤذنين، تخرج أئمة. لم ينظروا إلى بعد الهوية ولم ينظروا إلى أن قضية الدين ودورها في المجتمع، بل نظروا إلى فكرة المشاركة والمشاركة، مع أنهم هنا لم يلتفتوا إلى أن المشاركة في حقيقتها لها علاقة بالمؤسسة التعليمية نفسها. عندما أنت تحرم كثير من الطلاب من الدراسة مثلا باللغة العربية ولفترة طويلة جدا تدرسهم بلغة الأم، ثم بعد فترة تظهر لغة أخرى هي المسيطرة والمهيمنة على المشهد، فتلقى أنت أصلا حرمتهم من السلطة بوسيلة أخرى وليس بقضية التعليم الديني. لكن كانت الحجة أن والله هؤلاء الذين يدرسون المعاهد الشرعية ليس لنا إمكانية أن نشركهم في طيب جميل. قبلت المعاهد بأن والله لا مانع عندنا أن احنا نعطي المادة الدينية بالإضافة نعتمد المنهج الحكومي، ولكن تبقى عندنا المادة الدينية مادة إضافية اختيارية لا يلزم بها الطالب. وظل على كلنا تحت هذه الحجة طبعا دمجت المعاهد. ما الذي حدث هنا؟ طبعا خطورة هذا الإجراء الذي حصل. أول صارت المسألة اختيارية والطلاب لا يهتمون بها ولا يبالون بها، لأنه يهم الطالب في النهاية والله ينجح في المواد اللي هو حيأخذ بها الشهادة. النقطة الثانية، ليست هنالك مؤسسة دينية تخرج الآن من يمكن أن نسميهم بحملة المجال الشرعي. ما في شيء. يعني أنت في داخل، وهذا الوضع الطبيعي في كل دولة، أنها الحالة الدينية عندها مؤسسة كما تفضلت، مؤسسة الأوقاف مثلا، مؤسسة الإفتاء. كما أن هنالك الآن الكنيسة مثلا نلاحظ سنويا عندها تخريج لدفعات رسميا تهتم بها الدولة وتعلنها وتعترف بها طيب، لكن إحنا كمسلمين لا ما في شيء. طيب ماذا نفعل؟ إذا أنت واحد من الاثنين، إما أن تعطيني حالة مؤسسة تعتمدها دولتك نفسها، الدولة الرسمية عندها مناهج، عندها كذا، تخرج 3 أصناف أو 4 أصناف، تخرج الأئمة وتخرج المؤذنين وتخرج الدعاة إلى الله وتخرج المحاكم الشرعية ما نسميهم نحن بالقضاء الشرعي. هذه في أسوأ أنواع العلمانية موجودة. أسوأ أنواع العلمانية يعني هذا النوع موجود وله سيستمه الخاص، النظام الخاص الذي يصل هذا غير موجود. طيب هل أنت يسرت إذن للمسلمين الذهاب إلى الخارج بحيث أيضا هؤلاء يدرسون
في البداية تعامل مع الأزهر كنافذة، ترك نافذة الأزهر لتكون هي المعتمدة عنده، وضيق نافذة المملكة العربية السعودية، فصار الطلاب الذين يذهبون إلى السعودية قلة. وصار بعض الدول لما تمنح مثلا بعض الدول العربية، أعرف أنه كانت في منح مستمرة بعض الدول الخليجية لا يذهب فيها مسلم مثلا، كانوا لدرجة بعضهم خلاص. نعم، هذه نقطة مهمة يعني نفصل فيها. نعم. المنح الدراسية التي كانت تأتي من المملكة العربية السعودية كان نعم. ليس لها قبول. لا، هي ليس لها قبول في إريتريا أبدا. لا تقبل. بعض الدول الأخرى عندها مثلا 5 6 منح، دول خليجية في البدايات كان يعطوا ينصفوها، نصفهم مسلمين نصفهم مسيحيين. في الآونة الأخيرة صاروا لا يرسلون إلا المسيحيين. حصلت أيضا في تركيا نفس الإشكالية، تركيا كان عندها أيضا منح تذهب، وفي أثيوبيا أيضا نفس الإشكالية. أين كان عقلاء المسلمين وهم يرون هذه الأمور؟ للأسف الشديد أين دور الإفتاء؟ أين دور وزارة الأوقاف؟ ألم يكونوا يلاحظوا هذا الموضوع؟ والله شيخ برهان، حتى ننصف الإفتاء وننصف الأوقاف، هذه أضعف المؤسسات في الدول العلمانية بشكل عام. فنحن إذا كان الساسة في المؤسسة نفسها ما قادرين يعملوا شيء، نائب رئيس الدولة، رئيس المؤسسة القضائية، رئيس المؤسسة العدلية، المجموعات اللي تعتبر على الأقل والله ناضلت منذ البداية وشريكة ما. طيب يعني هم قالوا لا نقبل المنح من السعودية، وهذا كان يتبناه المفتي رحمه الله الذي توفي. نعم. لماذا؟ قال لأنهم وهابية. طيب الأزهر. طيب منح الأزهر لماذا وقفتموها؟ نعم صحيح. هي هذا التدرج. إذا الموضوع هو أكبر من هو هذا. للأسف الشديد هذا التدرج هذا التدرج اللي نحن نقع فيه أحيانا غباء. يعني كان البعض يتصور بأنه الحرب على الوهابية فدخل فيها، للأسف الشديد كان يتصور أنه والله النظام يحارب الوهابية، فصار مع النظام ضد الوهابية وحارب الوهابية. فلما أضعف الوهابية ما خلاص الدفاع الأول انتهى، يأتي الدفاع الثاني، جيء إليك الآن أنت نفسك الآن. وهذه للأسف الشديد خلينا برضو أشير إلى أن النظام في فترة وإلى الآن يبدو لي موجودة، كان يقول بأنه الحالة الدينية المعترف بها في إريتريا هي حالة الخاتمية الصوفية، وسمح بهذا الاعتبار سبحان الله للسيد محمد عثمان المرغني اللي هو بتاعة السودان، كان وإلى اليوم أعرف أنه مسموح له بدعم خلاوي في داخل إريتريا، وخلاوي تابعة له في مصوع، في قندع، في الساحل، في كذا. هذه خلاوي السيد محمد عثمان محمد عثمان المرغني. جميل. وهم يظنون طبعا بأنه والله هذه ستبقى، والتي تحارب هي الوهابية. الآن جيء لها، يعني الآن المعاهد التي تسمع ومراكز تحفيظ القرآن اللي قاعد تحارب ما مراكز سلفية ولا مراكز إخوانية، بل هي نفسها مراكز صوفية اليوم. فهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا للأسف الشديد يقع فيها المسلمون. فتجد المسلم المحسوب يحسب نفسه على العلمانية، يصطف مع الكفار ويصطف مع النصارى في مواجهة الإسلام الذي يطالب بالإسلام، وهو يظن نفسه سيكون. فإذا انتهى هذا جيء إليه هو نفسه. للأسف الشديد كثير من الشخصيات اللي كانت داخل الجبهة الشعبية تتبنى اليسار وتتبنى الماركسية وتتبنى الشيوعية أكثر من السياسة فورقي نفسه. لما قاموا ببعض الحركات الإصلاحية واحتجوا على أن النظام ما ماشي صح، مباشرة اتهمهم السياسة فورقي بأن هؤلاء مجاهدين مباشرة. هذا الحركة إسلامية معروفة، المجموعة اللي قامت فصارت شماعة. للأسف الشديد اليوم نحن وصلنا شيخ برهان إلى مرحلة، وزي ما قلت لك نسأل الله يفك أسرهم بعض الكتاب الذين كتبوا حلقات، كنا وقتها نتابع حلقات هائلة جدا عن مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الشرعية وخطورتها. أبناء مسلمين سبحان الله انتبهوا أخيرا المقالات الأخيرة، فكتب مقالة واحدة إلى أن لغة الأم هذه لغة تجهل الناس وتجعلهم في نهاية المطاف متفاوتين في المشاركة في الدولة وفي كذا وكذا، خطوا في السجن. وقد استثمروا مقالاته التي كان يكتبها على المعاهد، وهيأ تماما الساحة وهيأ المشهد بحيث هذه المعاهد يجب أن تضرب ويجب أن تغلق ويجب كذا. فعلى كل وصلنا يا شيخ برهان الآن بعد فترة طويلة جدا من المكر الكبار والمكر المدروس إلى أن النظام يعلن عن وجهه السافر بأنه والله لا علمانية ولا وطنية ولا يحزنون، هي حالة تهيمن فيها الطائفة الدينية الأرثوذكسية على مشهد إريتريا عامة، والباقي على كل لا ندري ما الذي ستأتي به الأيام. طيب جميل. والآن أيضا الصورة باتت واضحة في عيون المسلمين. نعم. أدركوا تماما
أنهم استدرجوا، وأن اليوم الحرب ضد الهوية الإسلامية وليس ضد الوهابية ولا ضد السلفية، نعم. ولا حتى هناك اليوم ليس هناك أي حركات جهادية، كل الحركات الجهادية نعم. توقفت وذهبت، فما بقي إلا الإسلام. نعم. أريد أن أتحدث عن دور الشباب الذي يستطيع الدخول إلى إريتريا ويزور أقاربه أهله. دورهم الدعوي اليوم كيف هو؟ نجد إذا قلنا لشخص أنت تذهب إلى إريتريا هل تمارس الدعوة إلى الله؟ يقول لك لا أستطيع أن أمارس، لأني لو مارست النظام يعتقل، سيتم اعتقالي. نعم. طيب برأيك يا شيخ حسن، كيف ممكن هؤلاء الشباب الذين يعني فعلا يرغبون بالسفر إلى بلدانهم، قضية السفر إلى البلاد وأريد أن أهر أهلي وأهل بيتي على حساب ضياع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصمت والسكوت وعدم الكلام فيما في مصلحة الإسلام والمسلمين، وعلى حساب هذه الأمور يرى أنه طالما لم يمنع من الدخول إلى بلاده وزيارة أقاربه وأموره وزيارة والدته إلى آخره فيبقى على هذا. فهي قضيتان: القضية الأولى كيف ممكن هذا الشاب الذي يدخل إلى بلاده أن يدعو إلى الله؟ ثانيا، هل حجة أني أريد أن أذهب إلى بلادي فبالتالي لا يمارس الدعوة حتى خارج إريتريا، حتى لا يكتب فيه، لا يريد أن يمارس الدعوة إلى الله عز وجل حتى خارج إريتريا، بل أن كثير من الدعاة الذين يمارسون الدعوة دون التدخل في النظام السياسي لا يستطيع أن يذهب إلى داخل إريتريا ولا يجرؤ أن يذهب أصلا. شيخ إبراهيم سراج مثلا رحمه الله كان يدعو إلى الله عز وجل وليس له علاقة بالسياسة ولا هو يعني ينتمي إلى حزب سياسي أو شيء من هذا القبيل، إلا أنه كان يتهيب السفر إلى إريتريا. لماذا مثل الشيخ إبراهيم سراج رحمه الله يتهيب أن يسافر إلى داخل إريتريا؟ ما هو ذنبه؟ ما الذي اقترفه؟ كان يقول ربي الله، ودعا إلى الله عز وجل في دول الخليج لأكثر من 30 سنة، وكان لا يستطيع أن يدخل إلى إريتريا. نعم. إذن أرجو الإجابة على على هذين السؤالين. السؤال الأول: كيف ممكن الشاب الإريتري إذا دخل إلى إريتريا يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى التمسك بالهوية؟ اليوم ليس الموضوع موضوع صلي وصوم، اليوم صار الموضوع كن مسلما، الموضوع صار كبير يعني. صح. ليس الموضوع. السؤال الثاني: هل هذه الحجة؟ يعني نحن هنا في هذه القناة مثلا نطالب بعض الدعاة: تعال يا أخي ألقي درس، يقول لا ألقي درس في قناة سلام. لماذا؟ يقول أنا سأصنف بأني معارض أو سأصنف بأني كذا. هل هذه الحجة فعلا مقبولة؟ وهل هو أصلا إذا دعا إلى الله عز وجل في غير قناة سلام لن يصنف؟ أرجو التفصيل في هذا. أستغفر الله. هو حقيقة كلامك هذا يذكرني ما قاله الشيخ البشير الإبراهيمي اللي هو في جمعية العلماء المسلمين الجزائرية فترة الاحتلال الفرنسي. كان يقول: هنالك أحزاب كبيرة جدا وكثيرة لا تهتم بها فرنسا، أحزاب سياسية، ولكنها تلاحق جمعية العلماء. فقالوا له: لماذا يا فضيلة الشيخ؟ قال: فرنسا تنظر إلى أن الجمعية التي لا تعمل في السياسة لكنها تعمل في جوهر وجذور السياسة لا في فروعها. اللي هو هنا يخلينا شيخ برهان ننتقل إلى مقولة ما يذكره حتى بعض الأفاضل يعني من إخواننا وزملائنا من قضية أن الصراع في إريتريا صراع سلطة وثروة. نقول الصراع ليس صراع سلطة وثروة. إذا كان صراع سلطة وثروة ما علاقة
داعية يدعو إلى الله عز وجل، لا يصارع النظام سياسيا ولا يصارعه ماليا ولا يصارعه عسكريا، ومع ذلك النظام ينظر إليه هذا خطر. لماذا؟ لأن النظام يا شيخنا يعمل على صناعة هوية، هذه لابد أن تدرك. قضية السلطة هي تمظهر، السلطة والثروة هي تمظهر من تمظهرات هذا النوع من الجذور. هو يريد أن يصنع هوية فارغة، هوية لا معنى لها، هوية يستطيع أن يشكلها كما يريد، هوية قائمة على فكرة الشهوة، فكرة الشبهة، فكرة إنه والله الغرائز، فكرة إنه هو يخرج تماما من دائرة دائرة الالتزام بالدين وقيم الدين وقيم الرسالة، لأنه هذه لا تجعله خاضع له. هو يريد أناس خاضعون له، يريد أناسا خاضعين له خضوعا تاما، والدين يمنع ذلك. فهو يعمل في الجذور، هو يدرك تماما بأن هذا الداعية يعمل في الجذور. خلينا ندخل إلى إن والله هذه الحالة التي تجعل النظام يخاف من الكل، يخاف من السياسيين ويخاف من الإعلاميين ويخاف من الدعاة إلى الله عز وجل، بل يخاف من رجال المال أحيانا الذين يصنعون أنفسهم خارجا عنه. فهو قلق أيضا من تشكل كتلة مالية للمسلمين، فيعمل أيضا على تفتيتها وضربها وكذا. هل والله فعلا الابتعاد والنأي والتواري سيتيح له فعلا فرصة إنه والله سيذهب إلى إريتريا؟ نفسه كما تفضلت ما قاعد يذهب إلى إريتريا. طيب أنت خايف أصلا ما قادر تذهب إلى إريتريا، ما الذي يمنعك أن تقوم بدورك الديني الدعوي العلمي اللي هو أنت في عمرك من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة مسؤول عنه أمام الله قبل كل شيء؟ بغض النظر أين تؤدي رسالتك هذه ما عندنا إشكال، أديها في قناة السلام، أديها في خارج قناة السلام، أديها في أوروبا، أديها في المهم أنت مطالب بالدعوة إلى الله وفق عمر زمني معين. للأسف الشديد ضاعت أعمار كثير منهم وهم سبحان الله يظنون أنهم يحرصون على السلامة. طيب أنا والله أعذرهم لو أن سلامتهم تؤدي إلى تقوية الدين وتقوية الأمة، ما في مشكلة، نحافظ على شخص لأن في وجوده سلامة للدين وسلام، مع أنه هذا ما موجود في طبيعة الرسالات كلها. الحياة في موتهم، موت الدعاة وموت العلماء. أي والله الحياة فيه. نعم. ولذلك سبحان الله من يتصور بأن والله نحن بالتخلي بالتنازل بالتواري بالتخفي يمكن أن نقوم بشيء، هؤلاء سبحان الله غاية ما في الموضوع سيكونون من أولئك الذين سكت الله عنهم في سورة في قصة أصحاب السبت، الذين أمروا بالمعروف نجاهم الله، والذين وقعوا في المنكر أهلكهم الله، والساكتون سكت الله عنهم. على كل هذه للأسف الشديد أيضا ليست المساحة التي يفترض خاصة طالب العلم الذي درس باعتباره جزء من هذا الشعب، بل بعضهم درس على منحة قد تكون منحة للإريتريين وتخرج بناء على ذلك، ويفترض أن يؤدي ضريبة هذا الوضع لشعبه وأمته وكذا، وإذا به لا في العير ولا في النفير. فنحن أخشى ما أخشاه كما قال القائل: نمزق ديننا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. يعني بعض الناس يتصور بأنه هو سيحاول أن يسلم، فلا يسلم. السلامة الحقيقية أن نقوم بما أمر الله تبارك وتعالى به، وأن ندعو إلى الله عز وجل، وأن نسرع من التغيير، وليس إنه نحن والله أنت تتوارى وهذاك يتوارى وهذاك يتوارى، ومع ذلك الكل يقول لك والله هذا الشعب لا يعمل. من هو الشعب؟ من هو الشعب؟ ما هو أنا وأنت وفلان وزيد وعبيد. عندما نتحرك جميعا حيحصل التغيير، أما عندما كل واحد يحاول ينتظر الآخر هنا لن تكون هنالك مشكلة. ولذلك حقيقة يا شيخ قرآن خلينا أقول ملاحظة مهمة جدا. بعض الشباب في الأيام الفائتة مثلا اندفع وخرج المظاهرات ويعبر وتفلت منهم أشياء، فكثير من الإخوة منزعجين في إنه والله في فلتان. أنا أقول هنا لابد من أمرين. الأمر الأول أن المظاهرات بطبيعتها غير منضبطة، يجب أن يدرك الناس أن في المظاهرات الكل يقول ما يشاء. النقطة الثانية أن الموقف الرسمي لكل مؤسسة أو لكل اتجاه عنده منصات الخاصة، فما يأتيني واحد مثلا يتواصل معي ليقول لي والله الشاب الفلاني هاجم كذا وكفر كذا وفعل. نحن نقول والله لا بد من التهذيب ولا بد من الأدب ولا بد من الأخلاق. ويمكن أن وجهت رسالة خاصة في الأسبوع الماضي حول بعض الشباب الذين أساءوا إلى المفتي وكفروه وكذا، وقلت هذه ليست معركتنا. يعني يجب أن لا تنتقل المعركة من ساحة حقيقية إلى ساحة أخرى ساحة وهمية. لكن علينا أيضا ألا نوبخ هؤلاء الشباب اللي هم الآن يخطئون لكنهم في إطار في إطار الموقف الصحيح، إن هم الآن يواجهون
حالة شرسة جدا من الإعلام المضاد، وحالة شرسة جدا من ممارسات وسلوك النظام، وعلينا أن نحمل ردات فعلهم للنظام وليس له. يعني النظام هو الذي يتحمل الآن ما وصل إليه هؤلاء الشباب في أنهم ينفجرون وأنهم يسيئون وأنهم يعني هم شاعرين خلاص بأنه والله انتهت حياتهم. طيب الشيخ حسن، نعم. في نقطة مهمة أيضا أريد أنك تتحدث عنها. إخواننا المسلمين الذين هم مع النظام، سواء كانوا أصدقاء إسياس في مستوى إسياس يعني من المسؤولين، أو كانوا جنرالات، أو كانوا مسؤولين في السفارات، حتى أخواتنا، نجد أن هؤلاء بعضهم لا يصلي. يعني ربما جلس مع إسياس في الطاولة وأذن المؤذن فهو لا يقوم للصلاة، رغم أنه اسمه مثلا إبراهيم عافا، اسمه مثلا فلان وعلان من المسلمين لا يقوم. أداؤه للصلاة ليست دعوة. الأخت المسلمة، أختي مسلمة اسمها فاطمة واسمها زهرة واسمها تمام، لا تتحجب وتلبس المفاتن وهي تمثلني مسلمة أختي، هذه لو تحجبت حجاب على الأقل، لو لبست مقنعات، احنا نسميها مقنعات بالجبر، انتم ايش تسمونها؟ طرح، مقلمة، ما تلبس. شايف كيف؟ الجنرالات في داخل مسلم، انت مسلم جنرال، اسمك مثلا ولنفترض اسمك احمد، جنرال عندك، انت لا تصلي. لماذا تمنع الصلاة في ساوة في المعسكرات؟ انت مسلم يا اخي، لماذا انت لا تصلي؟ انت اساسا، انا اخاطب الجنرال، لماذا لا يصلي؟ كذلك ايضا الجيش الاريتري المسلم، ما لنا دخل في النصارى والمسيحيين، لكن الجيش الاريتري المسلم، انت لماذا لا تصلي؟ الدوائر الحكوميه اللي فيها مسلمين، تمام، كيف مستواهم في الصلاه؟ كيف تمسكهم بالدين؟ أليس هذا ايضا لو طبق أليس هو دعوه؟ ولا يجب عليهم؟ ماذا تقول؟ بلا شك شيخنا، هذا انا اقيسه على كل بحال مؤمن آل فرعون وآسيا مرات فرعون، حتى في أسوأ أنواع الدكتاتوريات وأنواع القمع وأنواع الاضطهاد لابد أن تنشأ ظاهرة الإيمان وتتحدى وتثبت وجودها. هنا لا نقول نحن الحالة يعني يجب أن تكون كتلك، لأنه عمليا الآن فعلا كما تفضلت هي أسوأ من يعني المسلم ما قادر يطالب حتى بقضية انه والله لماذا نمنع من الصلاة في الجيش. يعني مثلا معلش قطعت حديثك وتكمل. الآن الحفلات من يحمل الكبورو من النساء أخواتنا. أنت مسلمة وتلبسين الزوريا وشعرك منفوش، يعني هي تكون مسرحة الباسو، في حاجة اسمها عندنا اسمها الباسو، وتقوم وتغني، هذه مسلمة. هل هذه الآن بفعلها هذا تنصر الإسلام والمسلمين أم هي في غفلة؟ للأسف أيضا الذين يرقصون في الحفلات مسؤولين مسلمين يرقصون في حفلات، هذا إيش وضعهم؟ يعني كل من ضيع الصلاة فلغيرها أضيع للأسف الشديد. الذي لا يحافظ على صلاته وعلى صيامه وعلى التزامه بالدين وعلى تعظيمه لله وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لأحكام رسالته، هذا الأصول يا شيخ. الذي لا يعزز هذا الوضع أن الله عنده معظم، وأن رسول الله عندنا مكرم، وأن الإسلام يجب أن تكون الرسالة التي في سبيلها نحيا وفي سبيلها نجاهد وفي سبيلها نقتل في سبيل الله، ويجب أن ندعو إلى الله فيها ونصمت ونطالب. يعني ما ضاع كما أقول دائما حق وراء المطالب. فإذا اعتبرنا بأن هذا حقا، هذا البلد الذي قاتلنا من أجله، ما قاتلنا لنمنع فيه من الصلاة، ما قاتلنا لنمنع فيه من الصيام، ما قاتلنا لتمنع هويتنا، ما قاتلنا لتقلق مراكزنا، أليس كذلك؟ يا أخي هب أننا يا شيخ برهان 40% كما يقول، هب أننا وصلنا 30%، هب أننا 30%. اليوم 30% في كل المجتمعات يعتبر عبارة عن فئة فاعلة في المجتمع طبعا ولها تأثيرها. 5% اليوم في المجتمعات الأوروبية يقوم البرلمان من أجله ويقع 5%. جنوب أفريقيا لما كان في عهد نيلسون مانديلا 5% تذكر دعا المسلمين وقال لهم أنا لا أعرف ما هي حقوقكم وما هي مطالبكم الدينية، أعطوني ما لديكم من مطالب دينية حتى أدخلها معكم. الله هذا الرجل. طيب نحن محتاجين على كل هؤلاء أن يقيموا دينهم
ويلتزموا به، ويجب أن يدركوا بأن تمسكهم بالدين حتى لو ماتوا في سبيله فهو أفضل عند الله وعند الناس من أن يعيشوا على هذه. آخر سؤال. النظام أغلق مدارسنا وسجن علماءنا ومنع من تدريس القرآن الكريم. ماذا بقي له الآن في الاستمرار في عداوته للإسلام؟ ماذا تتوقع؟ التهجير. أنا سمعت كأنه بدأ، الله أعلم، حتى لا نتهم النظام. هو شوف، كل المقدمات التي وصلنا إليها نهايتها التهجير، تهجير المسلمين وإخراجهم من بلادهم والتعويض عنهم بكتل بشرية هو على كل ماشي فيها. يعني شئنا أم أبينا، هذا الكلام اليوم نقوله، بعض الناس يقولون هذا مجنون ممكن، لكن في كلام كنا نقوله قبل 20 سنة تحقق يا فالسياسات التي نراها هي سياسات الإضعاف، التهميش، الإلغاء، الإبعاد، إخراج الشباب، التضييق عليهم، فتح الشهوات أمامهم، تجهيلهم بدينهم، طمس هويتهم. في النهاية واحد من اثنين، إما الذوبان وإما الإخراج. الله سبحانه وتعالى يقول لما تصل البشرية في كفرها إلى هذا المستوى شعارهم ايش؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الله الله الله. خيار آخر. فالمسلمين إذا تصوروا بأنه والله هنالك ما شاء الله متسع من الوقت لأن الأمور لا تذهب إلى هذا المدى، فهو واهم. ولنقرأ التاريخ، وحنشوف أنه والله هذه الشخصية اليوم القائمة على رأس إريتريا، نرجع إلى أنسابه لجدود أمه وجدود أبيه وكذا، وحتجد بعد جدين ثلاثة حتلقى إنه والله بعضهم كانوا هم الذين تسببوا في اللي هو حمل الصليب للمسلمين وإعطاهم 3 أشهر لإما أن يتنصروا وإما أن يقتلوا. شكرا فضيلة الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف على هذا الإيضاح الجميل. مشاهدي الأكارم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فرض على كل مسلم، عليه أن يدعو إلى الله عز وجل بما يستطيعه. فالمسؤول في الدولة بمجرد إسلامه وهويته وقيامه للصلاة في أوقات الصلاة هو داعية، وكذلك الجندي وقبل الجندي الجنرال الذي يحترم هويته الإسلامية كمسلم ويقول إنني من المسلمين، هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة المسلمة الإريترية، أنت بحجابك في الدوائر الحكومية الإريترية، بحجابك وعفتك وطهارتك أنت داعية، تمسكي بدينك قبل أن يأتي قرار بنزع الحجاب في المدارس وفي الدوائر الحكومية. تمسكي بدينك، وإلا سنكون نحن شركاء في هدم هذا الدين. وكذلك أيها الشاب، تمسك بدينك وتمسك بصلاتك. لا تستطيع أن تدعو في المساجد علنا، فادعو نفسك إلى الطاعة والاستقامة. لا تذهب إلى خانات الخمور وإلى المراقص، ولا تطع وتجب النظام في كل رذيلة وفي كل فسق. استقم لنفسك وكن داعية، وارفع راسك وقل إنني من المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي إريتريا من الكيد الذي يكاد لها، وأن يعيدها إلى ربها وإلى رشدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كونوا دعاة مسلمين. السلام عليكم. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا